مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بافضل صحه وافضل حال. في رجيم كده ترند شويه الفتره دي اسمه الرجيم الكوري. الرجيم الكوري ده قصته ايه باختصار ومن غير ما اطول عليكم؟ الرجيم الكوري عامل ترند. انا عن نفسي جربته 8 ايام. هقول لكم في اخر الفيديو 8 ايام دول هو نزلني فيهم قد ايه. تعالوا نعرف مع بعض ايه الرجيم الكوري، وهل نزلني فعلا والزيادة دي كانت دهون ولا عضلات ولا ايه. النظام او الرجيم الكوري بيقول ان هو 3 وجبات. اول وجبة عبارة عن مزايا وبيضتين مسلوقين. تاني وجبة 5 معالق رز مسلوق، ويفضل يكون رز بني ومعاه خضار سوتيه وسمك مشوي. ممكن نستبدل السمك المشوي بأي نوع من أنواع البروتين التانية، بس يكون صدور فراخ أو أي حاجة. بس هو النظام الكوري مكتوب إن هو سمك. تالت وجبة علبة زبادي يوناني. طبعا زبادي يوناني غالي شوية، فممكن نستخدم معاه زبادي عادي لايت، ما يكونش كامل الدسم، من غير سكر طبعا. ومعاه طبق جبنة. أنا عن نفسي استخدمت جبنة قريش، سلطة جبنة قريش عليها جزر وطماطم وخيار ومعلقة زيت زيتون ومن غير عيش خالص، مع علبة الزبادي. أنا مشيت على النظام ده 8 أيام. عمل معايا إيه في ال8 أيام هقولك، بس اللي تحت في التعليقات قول لي إيه رأيك كده في نظام الرجيم ده، وهو قريب من أنهي رجيم إحنا عملناه قبل كده. نظام الرجيم ده خسسني في ال8 أيام 2 كيلو. ويعني على الانبادي يعتبر الاتنين كيلو دول فيهم حوالي 70% منهم دهون و30% منهم ميه وعضلات. انا شايفه مش وحش، بس انا ما قدرتش استمر عليه اكتر من كده او فتره اطول من كده. ممكن اكون مش مقتنع بيه قوي، بس في الاخر هو نزل لي من وزني 2 كيلو في 8 ايام، وده طبعا رقم كويس مش وحش. ونسبه الدهون نزلت حلوه مش وحشه. بالنسبه للمشروبات في الرجيم ده، هم طبعا احنا عارفين بيشربوا شاي اخضر كتير قوي، فهم كاتبين 4 كوبايات شاي اخضر طبعا بدون سكر خالص. فانا كنت بشرب كوبايتين شاي اخضر لاني مش بحبه قوي، بس شربت منه كوبايتين. شربت ميه كتير، يعني بيقولوا 3 لتر برضو ميه في اليوم. هو ده نظام الرجيم الكوري. انا شايفه معتدل كويس مش وحش مش مكلف. وفي الاخر هو فعلا يعني ممكن يمشي مع ناس، ممكن ناس تقتنع بيه وتعمله وناس لا، بس هو في المجمل لو حابب تجربه مفيش منه ضرر. ممكن تجربه اسبوع او 14 يوم واكتب لي تحت في النتيجة بعد ما جربته كان وزنك كام وبقيت كام. واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله بافضل صحة وافضل حال. سلام.